السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. صباح جميل مشرق بالأمل والتفاؤل مليء بالنشاط والحيوية والعلم. مش بس صباح جميل، ده عام جميل وسنة جميلة وكلية جميلة. وأنا موجود هنا النهاردة عشان أرحب بحضرتك. معاك دكتور عباس محمد أستاذ البايوكيمستري، وموجود عشان أقول لحضرتك مبروك انضمامك لواحدة من أعرق كليات الطب في مصر والشرق الأوسط، كلية طب عين شمس. وسيادتك جاي عشان افهمك الكلية دي ماشية ازاي. سيادتك داخل الكلية اول امبارح عمالة تضرب اخماس في ازاز، انا هعمل ايه، اتصرف ازاي، الكلية دي نظامها ايه. فحضرتك احنا النهارده اهو جايين عشان نفهم حضرتك الكلية ماشية ازاي. احنا في كلية الطب دلوقتي يا باشا على نظام اسمه ايه؟ نظام اسمه 5+2. يعني سيادتك انت بتدرس 5 سنين دراسة، وعندي سنتين اسمهم سنتين امتياز. سعادة الباشا الخمس سنين دول عبارة عن ايه؟ دراسة وامتحانات، دراسة وامتحانات. لكن سنتين الامتياز دول هم احلى سنتين في عمرك، لا دراسة ولا امتحانات. انت سيادتك بتبراكتس الميديسين، يعني سيادتك بتروح المستشفى وتمارس المهنة وتتدرب عشان دكتور، تبقى دكتور شاطر ان شاء الله. الخمس سنين دول حضرتك مقسومين سنتين ونص وكمان سنتين ونص. السنتين ونص الاولين دول اسمهم academic years، والسنتين ونص اللي بعدهم اسمهم كلينيكال ييرز. يا دكتور انا جاي الكليه لسه اول امبارح، لا فاهم يعني ايه اكاديميك ولا فاهم يعني ايه كلينيكال. الاكاديميك ييرز دول حضرتك بتدرس حاجه اسمها بيزك ميديكال ساينس، علوم طبيه اساسيه، لا بتروح مستشفى ولا بتشوف عيانين. احنا بنأهل حضرتك عشان تبدا تدرس الطب. بدرس ايه في الاكاديميك ييرز دول حضرتك؟ انا بدرس علم اسمه علم الاناتومي، علم التشريح، علم البايوكيمستري الكيمياء الحيويه، علم الهيستولوجي اللي هو علم الانسجه، علم الباثولوجي الامراض، الفارماكولوجي الادويه. لكن لا بتروح مستشفى ولا بتشوف عيانين، انت بتدرس علوم طبيه اساسيه. انا بمهدك عشان تبقى دكتور محترم ان شاء الله فيما بعد. السنتين ونص اللي بعدهم اسمهم كلينيكال ييرز، دول اللي بروح فيهم المستشفى، بدرس بقى بطنه، بدرس جراحه، بدرس انف واذن، بدرس رمد. دول سيادتك في السنتين ونص اللي اسمهم كلينيكال ييرز. طب سعاده الباشا انت شغال ازاي في الكليه دي وبتدرس ازاي؟ كان زمان فيما مضى بتدرس حاجه اسمها سبجكت، وتمتحن على السبجكت دي، يا اما تنجح يا اما تسقط. بدخل امتحان اسمه امتحان الاناتومي، امتحن اناتومي بس، يا اما انجح يا اما اسقط. اروح داخل امتحان اسمه امتحان البايوكيمستري، بامتحن بايوكيمستري بس، يا اما انجح يا اما اسقط. النظام ده عفى عليه الزمان في العالم كله. امال سيادتك انا هدرس ازاي في الكليه دي؟ انت الان على نظام الموديول. ايوه 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 ايوه، احفظ الكلمه دي عشان هتطلع لك في احلامك. يعني ايه يا دكتور كلمة موديول ده؟ يعني انا بدرس الطب سيستم باي سيستم، نظام. بمعنى انا بدرس سيستم اسمه GIT. GIT يعني جاسترو انتستينال سيستم، يعني الجهاز الهضمي. بعمل ايه في موديول الجهاز الهضمي؟ بدرس حضرتك الاناتومي بتاع الجهاز الهضمي، التشريح بتاعه، الفسيولوجي بتاعه، البايوكيمستري بتاعه، الهيستولوجي بتاعه. اروح داخل حضرتك امتحان اسمه امتحان الجهاز الهضمي، امتحنهم كلهم مع بعض، يا اما انجح فيهم كلهم يا اما لا قدر الله اسقط فيهم كلهم. خلصت الموديول بتاع الجهاز الهضمي، ادخل على موديول اسمه ريسبيريشن، الجهاز التنفسي، ادرس التشريح بتاعه، الفسيولوجي بتاعه، البايوكيمستري بتاعه، الهيستولوجي بتاعه. ادخل امتحن فيهم كلهم، يا انجح يا اما لا قدر الله اسقط فيهم كلهم. فسيادتك احنا داخلين بنظام ايه؟ بنظام الموديول. والموديول ده يا اما انجح فيه كله يا اما لا قدر الله اسقط فيه كله. يعني يا دكتور ممكن ايه الموديول ده مكون من مادتين ثلاثه؟ وممكن 4 وممكن 5 وممكن اكتر. فسيادتك انت هتدرس وهتمتحن بنظام ايه؟ بنظام الموديول. وده اللي ماشي في العالم كله، الامتحانات والدراسه بنظام الموديول. طب تعالى بقى ندخل في مادتنا. مادتنا حضرتك اسمها ايه؟ مادتنا هي مادة البايوكيمستري. تعالى نشوف مع بعض البايوكيمستري دي بتتكلم عن ايه. سعادة الباشا لو هتكلم على مادة البايوكيمستري، ودي المادة
اللي تخصنا، وان شاء الله هتكون من امتع المواد بالنسبه لحضرتك. اولا يعني ايه كلمه بايوكيمستري؟ كلمه بايوكيمستري دي كلمه مكونه من مقطعين. المقطع الاول بايو جايه من كلمه بايولوجي، وكلمه بيولوجي معناها احياء. والمقطع الثاني كيمستري يعني كيمياء، وبالتالي بايوكيمستري على بعضها كده هي كيمياء الاحياء. هي بريدج كوبري ما بين البيولوجي وبين الكيمستري، فسميناها كيمياء الاحياء او الكيمياء الحيويه. سعاده الباشا، ايه اهميه دراسه البايوكيمستري؟ البايوكيمستري ماده مهمه جدا جدا جدا. احنا بندرس حضرتك كل حاجه بتحصل جوه الخليه. احنا بنسميها لايف ات ذا سيلر ليفل، الحياه على مستوى الخليه. الماده دي بتتحول لماده ثانيه بانزيم اسمه كذا. ازاي يتم انتاج الطاقه في الجسم؟ ازاي يتم تخزين الطاقه في الجسم؟ ازاي اكسر العوامل الغذائيه اللي باكلها واطلع منها انرجي، اطلع منها طاقه. فالبايوكيمستري ماده غايه 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 في الاهميه. مور اوفر حضرتك، غير نظام انك انت تذاكر الماده دي عشان تنجح فيها في الكليه، الماده دي مهمه جدا جدا لحاجه اسمها ريسيرش، الابحاث الطبيه. يعني ايه مهمه للابحاث الطبيه؟ حضرتك في نوعين من الدكاتره. في دكتور اللي بيوصف العلاج، جاست بيوصف العلاج، قاعد على المكتب جاله مريض عنده اسهال، يا عم خد انتينال تبقى زي الفل، عندك صداع خد بنادول تبقى 100 فل و14. لكن البايوكيمستري بقى هي اللي بتدور على علاج، هي اللي بتوجد العلاج. يعني لما حصل مثلا كورونا فيروس يا جماعه والناس مش عارفه له علاج ولا عارفه له فاكسين، عشان انا فاهم هو بيعمل ايه جوه الخليه، وهو بيحصل ايه فيه جوه الخليه، وبيعمل ايه في الدي ان ايه، وبيعمل ايه في الار ان ايه، اقدر بفهمي اللي بيحصل جوه الخليه الاقي له علاج والاقي له تطعيم وفاكسين. فاللي عايز يبقى يعني دكتور مهم في الريسيرش في البحث العلمي لازم يكون فاهم بايوكيمستري. مور اوفر عشان تخصصك تبقى دكتور باطنه شاطر، تبقى دكتور اطفال شاطر، تبقى دكتور اورام شاطر، لازم تبقى فاهم بايوكيمستري كويس جدا. ليه؟ عشان تعرف كل مرض بيعمل ايه جوه الخليه، وبالتالي تبقى فاهم العلاج اللي بتديه تاثيره ايه على الجسم. كمان الناس، ودول معظم اللي بيدخلوا كليه الطب دلوقتي، في دماغهم انا هخلص الكليه واسافر، انا هعمل امتحان معادله امريكيه، انا هعمل البلاب المعادله البريطانيه، انا يا عم هروح المانيا واشتغل واسافر. جزء اصيل من امتحانات المعادله اللي بتاهلك تروح البلاد دي، البايوكيمستري جزء اصيل في هذه الامتحانات. فسيادتك لازم تكون فاهم بايوكيمستري كويس جدا 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 عشان تقدر تجتاز الامتحانات دي وتحقق احلامك ان شاء الله. طب سعاده الباشا، ايه اللي بدرسه بقى في ماده البايوكيمستري؟ والله في البايوكيمستري انا بدرس 3 حاجات رئيسيه. اول حاجه بدرسها هي الكيمستري، الكيمياء. تاني حاجه بدرسها اسمها جيناتكس. وتالت حاجة بدرسها اسمها ميتابوليزم، وكلمة ميتابوليزم يعني تمثيل غذائي أو أيض. يبقى تاني بدرس 3 حاجات، بدرس الكيمستري وبدرس الجيناتيك وبدرس الميتابوليزم. تعال نمسك واحدة واحدة كده. في الكيمستري بدرس إيه؟ بدرس كيمياء الحاجات اللي بتاكلها. حضرتك قاعد قدامي دلوقتي بتاكل إيه؟ حضرتك بتاكل كربوهيدرات، فأنا بدرس الكربوهيدرات كيمستري. بتاكل دهون او ليبيد، فبدرس الليبيد كيمستري. اول الشهر وربنا فتحها عليك وكلت بروتين، يبقى هتدرس حاجه اسمها بروتين كيمستري. ده في الجزء اللي اسمه كيمستري، بدرس الحاجات اللي باكلها. الجزء الثاني اسمه جيناتكس. الجيناتيك ده واحد من امتع اجزاء البايوكيمستري، وموديول لوحده ان شاء الله هناخده مع بعض في سنه اولى يا جماعه. والموديول ده رائع، بدرس فيه الدي ان ايه، وبدرس فيه الار ان ايه، الاحماض النوويه اللي موجوده في الجسم، بدرس فيه الميوتيشنز، الطفرات الجينيه، بدرس حاجه اسمها جين ثيرابي، العلاج بالجينات، ازاي عن طريق الجينات اعالج الامراض المستعصيه، الامراض المزمنه، الامراض اللي ملهاش علاج لغايه دلوقتي، ازاي اعالجها بالجينات. ده الجزء الممتع جدا يا جماعه اللي اسمه الجيناتكس. طب كلمه ميتابوليزم يعني ايه؟ يعني تمثيل غذائي او ايض. بدرس ايه في الميتابوليزم؟ حضرتك الحاجات اللي اكلناها مع بعض في الكيمستري هي هدرسها في الميتابوليزم. يعني هاخد حاجه اسمها كربوهيدرات ميتابوليزم، اخد حاجه اسمها ليبيد ميتابوليزم، اخد حاجه اسمها بروتين ميتابوليزم. طب يا دكتور انا بعمل ايه في الميتابوليزم دي؟ الحاجات اللي كلتها دي الكربوهيدرات والليبيد والبروتين، ازاي نعمل لها امتصاص، ازاي ناكسدها في الجسم، ازاي نطلع منها انرجي، ازاي نصنع
بيصنعها في الجسم، ده اللي اسمه ميتابوليزم. وما ينتج عن الامتصاص والتكسير والتصنيع من امراض، فده اهم جزء في البايوكيمستري عندنا هو جزء الميتابوليزم. يبقى 3 حاجات في البايوكيمستري مع بعضينا هندرسهم على مدار سنه اولى وسنه ثانيه. يعني البايوكيمستري داخله معانا في اولى وداخله معانا في ثانيه، بدرس الكيمستري وبدرس الجيناتكس وبدرس كمان الميتابوليزم. طب تعالى نشوف مع بعض توزيع سيادتك البايوكيمستري على الموديول سيادتك شغاله ازاي. والله تعالى نشوف مع بعض ايه الموديولز اللي علينا وهنتكلم عنها ان شاء الله في البايوكيمستري. حضرتك من بداية سنة أولى، أول يوم كده في سنة أولى، عندنا موديول اسمه Introduction داخل فيه وبقوة البايوكيمستري. بعد الموديول اللي اسمه انترودكشن عندي موديول اسمه جيناتيك اللي اتكلمتك عنه من شويه، ده يعني فيه البايوكيمستري بسم الله ما شاء الله زي الفل. وكمان في الترم الثاني عندك موديول اسمه لوكوموتور. اللوكوموتور ده في حته حلوه برضو بايوكيمستري. في الموديول الاولاني اللي اسمه انترودكشن انا بدرس الكيمستري اللي اتكلمنا عنها، بدرس البروتين كيمستري، بدرس الكربوهيدرات كيمستري، بدرس الليبيد كيمستري، وبدخل كده حته ميتابوليزم، بدرس حاجه حضرتك اسمها البايو انرجيتكس، ازاي بنطلع طاقه من حاجه اسمها كريبس سايكل، وحته صغيره ميتابوليزم بدرس الجلايكوليسيس، ازاي نكسر الجلوكوز ونطلع منه طاقه، ده في الجزء اللي اسمه انترودكشن. طيب خلصنا الموديول بتاع الانترودكشن وامتحنا فيه نهايه الموديول وامتحنا فيه العملي بتاعه الحمد لله. ندخل بقى على الموديول اللي اسمه جيناتكس. اتفقنا بدرس فيه الدي ان ايه وبدرس فيه الار ان ايه والامراض الجينيه وازاي اعالج الامراض الجينيه دي بحاجه اسمها جين ثيرابي، وانا بقول لك ده الجزء الاكثر امتاعا عندنا في ماده البايوكيمستري. كمان في نهاية سنة أولى بدرس موديول اسمه لوكو موتور. كلمة لوكو موتور يعني حركة. ايه اللي بيخليني اعمل حركه؟ ايه اللي بيحركني؟ المصل. فانا بدرس سيادتك الميتابوليزم بتاع المصل، العضلات اللي في جسمك الميتابوليزم بتاعها ايه اللي بيديها طاقه وقت الاكسرسايز، وسواء كان اكسرسايز خفيف او اكسرسايز عنيف ايه اللي بيديني طاقه، ده الميتابوليزم اوف المصل. بدرس سيادتك حاجه اسمها جاوت او مرض اسمه مرض النقرس، برضو بدرسه في الجزء اللي اسمه لوكوموتور، وعلاقته ايه بالحركه وعلاقته ايه بالمفاصل، ده الجزء اللي اسمه لوكوموتور. ساعات الباشا اي موديول من دول انت بتمتحن فيه 3 امتحانات، امتحان في نهايه الموديول اسمه اند اوف ذا موديول، بمتحن له كمان البراكتيكال او العملي بتاعه، وفي اخر السنه بمتحن الفاينل او الريتن بتاعه. عشان انجح في الموديول لازم درجاتي تتعدى 60% من درجات الموديول عشان انجح وان شاء الله اروح السنه اللي بعدها. واحنا مش بس بندور على نجاح، احنا بندور على تقدير عالي، امتيازات، ونبقى اوائل الدفعه ان شاء الله. سعاده الباشا شعرنا في الدراسه بتاع البايوكيمستري ايه؟ افهم اولا، عشان تحفظ لازم تفهم، عشان سيادتك تتألق وتبقى شاطر في المادة دي لازم تفهم. ففهمت معانا الدنيا ماشية ازاي، الموضوع هيبقى سهل عليك قوي وتقدر تحفظ وتقدر تتذكر الكلام ده في الامتحان وتكتبه كويس قوي. لكن حفظت من غير ما تكون فاهم الموضوع هيبقى صعب عليك جدا. فافهم اولا الدنيا هتبقى سهلة عليك جدا. كمان شعارنا التاني حب المادة، المادة تحبك. يعني حضرتك طول ما انت بتحب المادة هتبقى ماشية معاك زي الفل، هتبقى ماشية 100 فل و14، هتبقى تلاقي نفسك ماشي كده في المادة يعني زي الفل اهو. فسيادتك لازم تحب الماده. وكتير قوي من الطلبه يقولوا لي دكتور احنا كنا بنكره البايوكيمستري، كنا بنكره الكيمياء جدا جدا ايام ثانوي، لكن لما حبيناها بقت اعلى درجات عندنا. فحضرتك حب الماده هتمشي فيها كويس جدا ان شاء الله. كمان شعارنا الثالث عافر توصل. ايوه عافر هتوصل ان شاء الله. اوعى تكون فاكر انك انت سيادتك داخل الكليه دي انت فارس احلام الكليه. يا عم الحاج ماشي، انت كنت اول المدرسه بتاعتك وكنت بتجيب الدرجات النهائيه، بس ده مش انت لوحدك، كل الطلبه اللي دخلوا الكليه كده. سيادتك انت دخلت في كليه فيها كريم شانتيه المجتمع، فيها احسن ناس في كل مدارس مصر وبره مصر، كل الناس اللي معاك كانوا اوائل، اللي يمينك واللي شمالك واللي قدامك واللي وراك كلهم كانوا اوائل زيك.
طب اللي بيفرق ايه انا طالب عن طالب؟ المجهود. اعمل مجهود توصل، عافر هتوصل ان شاء الله. فسيادتك ما تقوليش انا كنت اي جي والانجليزي ده لعبتي وانا بربنتي بسم الله ما شاء الله فهطلع الاول على الكليه بصباع رجل الصغير. لا خالص خالص، لازم تعمل مجهود وتقعد على المكتب وتذاكر كويس عشان توصل. وما تقوليش ده انا الانجليش بتاعي تعبان وانا مش قادر وانا مش عارف ايه وانا مستقبلي في الكليه دي مجهول. لا، اشتغل على نفسك وطور من نفسك وذاكر واعمل مجهود هتوصل ان شاء الله. صدقني الكليه دي عافر هتوصل، اعمل مجهود ربنا هيكرمك. فلازم نعمل مجهود ومن اول يوم. وخلي بالك انت عندك في كليه طب عين شمس الموضوع سيادتك كله ورا بعضه، امتحان ورا امتحان ورا امتحان ورا امتحان. فلو قصرت في حق نفسك اسبوع هتلاقي كتير قوي ضاع منك. فكلنا ان شاء الله هنعافر وكلنا ان شاء الله هنوصل وهنعمل يعني درجات عاليه جدا، مش بس في البايوكيمستري، في كل مواد الكليه ان شاء الله. ان شاء الله هنستمتع مع بعض بدراسه البايوكيمستري. ان شاء الله هتفهم كويس قوي، ان شاء الله يعني هتحب الماده وهتبقى احلى ماده عندك ان شاء الله. اشوفكم كلكم على خير وان شاء الله نستمتع مع بعض بدراسه البايوكيمستري. خلص الكلام، سلام.